بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم هذه الحلقة التي نتناول فيها الفقه الكوميدي الوهابي. عادة الوهابية يتهجمون على غيرهم، وخصوصا يتهجمون على الشيعة ويتهمونهم بأنهم أولاد زنا وأولاد متعة، وأنهم لا أخلاق لهم. لكن لنأتي إلى كتب هؤلاء الذين يتبجحون بفقههم الأضحوكة، ولنأتي إلى من هم أولاد المتعة. نحن لا نريد أن نتهم أحد، ولكن نرد عليهم من الكتب التي دونوها ويعترفون بها. وهناك فتوى السيد الخميني دائما ما يدندنون حول هذه الفتوى، وأن الشيعة يبيحون نكاح الرضيعة. ولنأتي الآن من هو الذين يبيحون نكاح الرضيعة. يقول السرخسي في المبسوط الجزء 15 صفحة 109: ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعا بها تكفي لإنعقاد العقد، كما لو تزوج الرضيعة صح النكاح. نحن طالما سمعنا صراخ الوهابية على فتوى السيد الخميني رحمه الله في كتاب تحرير الوسيلة، ونحن نقول هذه الفتوى أيضا خاطئة غير صحيح. في المحلى لابن حزم الجزء 11 صفحة 257 قال أبو جريح: وأخبرني عطاء بن رباح قال: كان يحل الرجل وليدته لغلامه وأخيه، وتحلها المرأة لزوجها. قال عطاء: وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت. قال: وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه. ومن الفقه الكوميدي المضحك نكاح البطيخ وإدخال القرع والاستمناء باليد. في بدائع الفوائد الجزء 2 صفحة 311 على 12: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده. قال ابن عقيل: قال: وأصحابنا وشيخنا لم يذكروا سوى الكراهة، لم يطلقوا التحريم. قال: وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا شهوة تحمله على الزنا حرم عليه الاستمناء، لأنه استمتاع بنفسه، والآية تمنع منه. وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولا زوج له ولا أمة ولا يتزوج به كره ولم يحرم. وإن كان مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك. نص عليه أحمد، وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه. الصحابة يفعلونه، ها أنتم يفعلون هذه الذي تتهمون الشيعة به في غزواتهم وأسفارهم. وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها، فقال بعض أصحابنا: يجوز لها اتخاذ الكرنبج، وهو شيء يعمل من جلود على صورة كذا. يعني أنا آسف لهذا الكلام طبعا، ولكن هذا هو الواقع. فتستدخله المرأة وما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار. قال: والصحيح عندي أنه لا يباح. هم زين. أما عن المرأة يقول عن الرجل: وأن قور بطيخة، تقب هاي البطيخة، أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم أو آلية فأولج فيه، فعلى ما قدمنا من التفصيل. قلت: وهو أسهل من استمنائه بيده. وقال أحمد: في من به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه أطعم. هذا لفظ ما حكاه عنه في المغني. ثم قال: أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه، فهو كالمريض يخاف على نفسه الهلاك لعطش ونحوه، وأوجب الإطعام بدلا من الصيام. وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء.
هذه الفتاوى التي جعلت المسلمين ضحوكا أمام العالم. ما ادعى لهذا الفقه؟ وهل الفقه معني بكل شيء يطرحه، حتى شغلات الأمور السرية والأمور التي لا يجب أن يقال، ما تفاصيل التفاصيل وتفاصيل تفاصيل تفاصيل التفاصيل، معني بأجزاء، بالأجزاء الذرية، يعني معني بالخطوط الواضحة. أما أجزاء وتفاصيل تفاصيل التفاصيل لا يعني. الإنسان هو يعلم ذلك بالضرورة، ولا يجب الخوض في هذه الأمور. يعني كيف أنت على جنبك الأيمن أو الأيسر أو كذا وكذا وكذا، كما ألف أحد المعتوهين من الشيوخ كتاب وأصبح أضحوكة العالم، يصف فيه وكأنه مخرج أفلام إباحي. هذه التفاصيل لا يملكها حتى مخرج الأفلام الإباحي الأوروبي. وروي عن أحمد في رجل خاف أن تنشق مثانته مكتوبة هنا مثانته الظاهر من الشبق، أو تنشق أنثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء، ولم يذكر بأي شيء يستخرجه. قال: وعندي أن يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره، كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة، فإن كان له أمة طفلة أو صغيرة استمنى بيدها. طفلة صغيرة يستمني بها. كيف؟ انظر إلى هؤلاء فقهاء جهل المركب، فقهاء طاش ما طاش، يدنسون الطفولة. إن كانت له طفلة يستمني بيدها، من الآن تعلمون الأطفال على الرذائل. وماذا تكون حينما تكبر؟ تدنسون براءة الطفولة يا شيوخ الدجل. وكذلك الكافر ويجوز وطئها فيما دون الشرج، فإن أراد الوطئ في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي إنه لا يجوز، لأن الضرورة إذا رفعت حرم ما وراءها كالشبع من الميتة. النظر إلى عورة المرأة بواسطة المرآة. الفقه على المذاهب الأربعة، ويشترط في النظر أمور: الثالث أن يرى نفس الفرج لا صورته. يعني جائز الآن هؤلاء شيوخ الكوميديا أن يرى نفس الفرج لا صورته، إذا كان يراه بشيء ما يعكس كالمرآة أو فيديو عالي الدقة والسرعة، كاميرا ديجيتال مثلا، جائز هذا عند الشيخ. وإذا كان في ماء صافي أيضا ويعكس، لأن الماء الصافي يعكس، هذا جائز عند شيوخ الكوميديا. فلو كانت متكئة وراء صورة فرجها الداخل في المرآة بشهوة فإنها لا تحرم. وكذا لو كانت على شاطئ. أما إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه وهي في نفس الماء فإن الرؤية على هذا تحرم، لأنه رأى بنفسه لا بصورته. وطبقا لهذه الفتوى يجوز النظر إلى الأفلام الإباحية بصيغة فيديو وفوتوغراف، ويجوز النظر إلى عورة المرأة بمجرد أن تقف أمام مرآة ويكون الرجل أقرب للمرآة ليرى الانعكاس. هؤلاء الذين بيتهم من زجاج لماذا يتهمون الناس ويرمونهم بالحجارة؟ ودائما ترى الوهابية يقولون الشيعة يحلون اللواط في زوجاتهم، هكذا يقولون. والوصابي حينما
اتصل عليه ثائر الدراجي، تراه يصرخ: أنتم تحللون اللواط في الزوجات أيها الأحمق، هذه كتبك، هذا بخاريك. كثيرا ما يشنع أقزام الوهابية وحاخاماتها الجهلاء على الشيعة ويتهمونهم بأبشع الاتهامات ومنها، ولكن في الحقيقة هم يوجد عندهم نكاح كذا أكثر مما يوجد عند الشيعة، ورغم أن هذا مقزز، ولكن كان من اللزام علينا أن نرد عليهم ونبين للبسطاء دجلهم وشعوذتهم وافتراءاتهم، وكيف أنهم يضحكون على أتباعهم ويخفون عنهم أشياء وهي تملأ كتبهم. وهليك نماذج، هاي نماذج في المغني لابن قدامة الجزء 7 صفحة 225 ورواية إباحته، أي نكاح الأدبار، أي وضع الزوجة في الدبر كما يقول المغني، عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك، كتاب الأحكام القرآن للجصاص الجزء 2 صفحة 39. روى أصبغ عن أبي الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال، ثم قرأ الآية: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. قال: أي شيء أبين من هذا؟ وفي نفس المصدر سئل مالك عنه قال: الساعة اغتسلت منه، تفسير الطبري الجزء 2 صفحة 394. حدثني يعقوب عن نافع قال: ابن عمر إذا قرئ القرآن لم يتكلم. قال: فقرأت ذات يوم هذه الآية: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فقال: أتدري في من نزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في اتيان النساء في أدبارهن. وأخرج الحاكم عن ابن عبد الحكم أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك، فاحتج عليه محمد بن الحسن بأن الحرث إنما يكون في الفرج، فقال له: فيكون ما سوى الفرج محرما؟ فألزمه وقال: لو أطأ بين ساقيها أو في أعطانها أفي ذلك حرث؟ قال: لا. قال: أفيحرم؟ قال: لا. قال: فكيف تحتج مما لا تقول؟ والمضحك أن الوهابية حللوا الجنس الفومي واللحس والمص، ومنه فتوى لهذا المعتوه شيخ الإرهاب القرضاوي، لكنهم يشنعون على الشيعة لأن بعضهم يجيز هكذا. نعم، بعضهم يجيز، بل الأغلب يجيز، وهم عندهم كما ذكرنا، وبعض علماء الشيعة يحرم، وهو الأقرب للصواب. ونريد أن نسأل هؤلاء المهرجين: إذا حللتم نكاح الفم، الجنس الفموي الإباحي، فكيف تحرمون ما هو أدنى؟ فأما أن تحرموا الاثنين أو لا تحللوهم معا مع العلم هو موجود في مصادرهم، ومنها البخاري، وبعد أن ذكرنا جوازه منها البخاري وسنأتي. نحن لا نريد أن الآن نتطرق على أدلة المحللين والمانعين، لكن لنرى هل البخاري يجيز ذلك؟ هنا روى البخاري في صحيح: حدثنا إسحاق أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان. قال: تدري فيما نزلت؟ قلت: لا. قال: نزلت في كذا وكذا ثم مضى. في كذا وكذا، هكذا أبدلها البخاري، في كذا وكذا. دائما البخاري المغرد تغريدات، يقطع الحديث ويجعل هذه الأحاديث عبارة عن تغريدات تويتر، ولذلك جعلوه أمير المؤمنين في الحديث البخاري الفارسي. يتهمون الشيعة بأنهم فرس، وهم كل أئمتهم فرس، كلهم فرس، من الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي والترمذي والنسائي والسجستاني وابن ماجه، كلهم عجب. فلماذا تتهم؟ وفي حديث رقم 4527: وعن عبد الصمد حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر: فأتوا حرثكم أن شئتم. قال: يأتيها في وضع نقطة، انتهى. ما معنى في؟ واضح. وكما ترى البخاري من عادته البتر والقطع والتصرف والتحريف وتغيير الألفاظ،
وإبدال الكلمات الصريحة بالكنايات، ولذلك أعجب به دهاقنة السلاطين وعلمائهم، ولا زال جهلاء الوهابيين ينكرون ويشنعون على الشيعة ذلك وهو في أصح الكتب. وسنأتي على أرضاع الكبير ونكاح المسيار والمسفار ونكاح الوداع الميتة والوناسة والفرند وهذا يعمل. وفي السعودية هناك من موجود حتى على اليوتيوب القوادون، هؤلاء القوادون الذين يتصلون عليهم عندهم أرقام ويزوجونهم مسيار ومسفار. حتى بعض هذه الفتاوى الافتراضية، فتاوى الضحوكة وفتاوى طاش ما طاش، اختلف الحنفية في رجل أدخل إحليله في دبره هل يجوز عليه الغسل مطلقا أم لا؟ يعني تخيل أنت، هؤلاء فقه افتراضي. من المفترض أن الفقه فقه شيء واقعي ولا يكون افتراضي. نحن علمنا أن علم الأصول نظري وعلم الفقه تطبيقي عملي، فلماذا تجعلون هذا الشيء افتراضي في عالم الأذهان وليس في عالم الواقع؟ ونأتي الآن إلى الوهابية وأرضاع الكبير. وأرضاع الكبير هذا موجود في صحيح مسلم ومسند أحمد وموطأ مالك وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن الدارقطني وسنن أبي داود ومسند الحميدي والمعجم الكبير للطبراني ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ومسند أبي يعلى ومعرفة الصحابة لابن نعيم الأصبهاني، تفسير ابن كثير، فتح المنعم في شرح صحيح مسلم لشاهي اللاشين وأقره الألباني وهو مسجل بصوته على الإنترنت، وكذا الحويني والعبويكان والفوزان. حتى أن العبويكان قال إن من علماء لا أريد ذكر اسمه فعمله مع امرأة، وقد شرحه الحويني بتفصيل، شيخ الوهابية المصري الحويني بالتفصيل، وكذلك العبيكان السعودي، ونشر في الجرائد عن بعض مشايخ الوهابية في مصر، وأظهرته بعض القنوات ومنها قناة روتانا، وأظهرته ما يسمى بالمذيعة، والمذيعة هناك اسمها هالة سرحان، أخرجت هذا الوهابي الغبي الذي يحلل أن إذا كان هناك مدير ويختلي وهناك موظفة يجوز أن ترضع هذا المدير فتصبح أمه في الرضاعة وكذا السائق وما شابه ذلك. ولم يكتفي هؤلاء برضاع الكبير، بل أضافوا لنكاح الزوجة الميتة كما أفتى شيوخ الوهابية. ولن أسأل هذا المجهول كيف يجامع الرجل زوجته وهي ميتة والجو مليء بالحزن وأصوات البكاء، وأين حرمة الميتة؟ هذا شيخ مغربي أفتى، حتى أن قناة ما يسمى العربية أخرجت هذا المجنون. وينسبون رضاع الكبير هذا إلى النبي. أن امرأة قالت يا رسول الله أني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، فقال أرضعيه. قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم وقال قد علمت أنه رجل كبير. وهذا ابن قدامة يجوز أن ابن قدامة يقول فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحن نذكر ما من الحديث لأن الحديث طويل، أرضعي، فأرضعته 5 رضعات فكان بمنزلة ولدها. ورواه أبو داود وغيره، وهذا دليل على أنه كان ينظر منها إلى ما يظهر غالبا، فإنها قالت يراني فضلا، ومعناه في ثياب البذلة التي لا تستر أطرافها، وقال امرؤ القيس فجئت وقد نضت للنوم ثيابها ولم يبقى إلا لبسة المتفضل. ومثل هذا يظهر منه الأطراف والشعر، فكان يراها كذلك إذا اعتقدته ولدا
ثم دلهم النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم على ما يستديمون به ما كانوا يعتقدون ويفعلون. وروى الشافعي في مسنده عن زينب بنت أبي سلمة أنها ارتضعت من أسماء امرأة الزبير قالت: فكنت أرى هبا وكان يدخل علي وأنا أمشط رأسي فيأخذ ببعض قرون رأسي ويقول: أقبلي علي، ولأن التحرز من هذا لا يمكن فأبيح، كالوجه وما لا يظهر غالبا لا يباح، لأن الحاجة لا تدعو إلى نظره ولا تؤمن معه الشهوة ومواقعة المحظور، فحرم النظر إليه كما تحت السرة. المغني لابن قدامة الجزء 12. وفي صحيح مسلم عن حميد بن نافع يقول: سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول: سمعت أم سلمة زوج النبي تقول: عائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة. فقال: لما؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. قالت: فقال رسول الله: أرضعيه. فقال: إنه ذو لحية، فتى يافع ذو لحية ترضع الكبار. فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. قالت: والله ما عرفته في وجهه، يعني إن الغضب حينما أصبحت أما لهذا الشاب اليافع الملتحي لم يغضب حضرة أبو حذيفة، ذهب من وجه أبي حذيفة لأن زوجته أصبح لأم ملتحي في بضع ثواني. وإذا كانت الأمومة بالشكل هذا بهذا الشكل فبإمكان امرأة أن تستدعي رجال قريتها فيرضعونها فتصبح أم رجال القرية. هل يجوز هؤلاء على زوجاتهم الوهابي؟ وفعلا هناك جريدة الشروق نشرت خبرا الجزائرية أن هناك وهابي أجبر امرأته، ضغط على امرأته أن ترضع صاحبه هو الذي يبيت عندهم حتى تصبح محرم لهذا. ونحن نسأل هذا الوهابي الذي يعتقد، نحن لا نريد، قد يكون هناك بعضهم لا يعمم ذلك. أنا سمعت أن العدوي، هناك الشيخ ما يسمى العدوي المصري، قال: أخطأت عائشة، وهذا كلام جيد طبعا. عائشة ليست معصومة، سواء روي عن عائشة صح هذا أم هناك لفقه الفقهاء، سواء عن عائشة أم عن الفقهاء أنفسهم، فهذا خطأ. وفي فتح المنعم شرح صحيح مسلم لشاهين لاشين الجزء 5 صفحة 622 يقول: وكانت عائشة ترى رضاع الكبير يحرمه، أي يحرم الكبير على المرضعة، وأرضعت غلاما فعلا وكان يدخل عليه. هنا يقول شاهين لاشين إن عائشة أرضعت فعلا، أي ليس أوسط بالرضاع لأخواتها أو أقربائها حتى تكون محرما لهذا الراضع، وإنما هي أرضعت فعلا، مع العلم أن عائشة لا تملك ولد صغير وحتى يكون في ثديها مثل لبن، إلا إذا كان هذا الرضاع رضاع يعني صوري شكلي، مجرد أن يلتقم الثدي بدون لبن، إلا إذا كان بهذه الطريقة. وأرضعت غلاما فعلا وكان يدخل عليها. وأنكر بقية أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين لم يقرن ذلك أبدا، فقط عائشة أقرت ذلك. وفي تفسير ابن كثير الجزء 2 الجزء الأول صفحة 404 وفي حديث سهلة بنت سهيل أن رسول الله أمرها أن ترضع، أمرها أمر، كلمة أمرها، هل هنا الأمر يعني بمعنى أمر ملزم، أمر مجرد إرشاد، كما يقول لك الطبيب كل أكل الفلاني، ليس قصده أن هذا واجب عليك، وإنما هذا أنت مخير تخييري. أن ترضع سالم المولى حذيفة 5 رضعات، وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع 5 رضعات بهذا. قال الشافعي، وقال ابن سعد في الطبقات، قال الزهري، وكانت عائشة تفتي بهذه الفتية. وأخبرني سالم أنه دخل على أم كلثوم بنت أبي بكر لترضع 5 رضعات ليدخل على عائشة فيسمع منها فأرضعته.
وبعد كل هذه الأدلة التي أدلينا بها، هل يأتي وهابي ويقول الشيعة أولاد كذا وكذا وكذا وأولاد متعة، وكما هناك الجريدة أو الصحيفة الممولة من آل سعود اللي قبل أيام اتهمت الشيعة الزائرين الزوار بأنهم يمارسون الزنا دائما هؤلاء يتهمون غيرهم ولا يرون أنفسهم، هم بيوتهم من زجاج ويتكلمون على الغير، مع أن الدراسات وما بثتها قناة العربية أن هناك نسبة الشذوذ واللواط بنسبة 21% في المملكة، مملكة آل سعود. حكم الغلام الجميل كحكم المرأة، نفس المصدر، صفحة 39: إذا بلغ الغلام الرجال ولم يكن صبيحا فحكمه حكم الرجال، بعكس الصبيح فحكمه حكم النساء، من فرقه إلى قدمه. سود الله فرقك، يعني رجل يصبح امرأة. وعلى ضوء هذا الهراء سنجد غلمانا في إحدى الصرعات الموضة بحجاب إسلامي وعباءة عربية سوداء، ولكن لا يجوز لهم التنمص، فقط تقمص دور النساء. ومن الفتاوى المضحكة وهي موجودة بالمغني، هذه موسوعة المغني الفقهية لابن قدامة، للفقيه ابن قدامة: لو تزوج رجل امرأة في مجلس ثم طلقها في نفس ذلك المجلس قبل غيبته عنه، أو تزوجها في المشرق وهي في المغرب ثم أتت بولد ل6 أشهر في حين الولادة من العقد، لحقه الولد بدون دخول، ومجرد العقد عبر الأقمار الصناعية، مثل عبر الفيسبوك، عبر ماذا؟ موجات الراديو. مجرد عقد وهو في المشرق وهي في المغرب. لنفرض هي في دولة مثلا في الجزائر وهو في باكستان، إذن هو يصبح ولد شرعا، ويصرف عليه هذا الأب ويرث هذا الأب، مجرد العقد. الولد لك ولو بعد سنين. نحن نعلم أن الطفل لا يبقى أكثر من 10 أشهر، أكثر من 10 أشهر لا يبقى أبدا. ولكن شيوخ علماء الطب من الوهابية هم يعرفون هؤلاء علماء فيزياء وكيمياء وأرضهم لا تدور ويفقهون كل شيء. من رئيس وكالة ناسا أبو هريرة فقيه. الولد لا يبقى أكثر من 10 أشهر في بطن أمه، وهذا يعرفه حتى بدو الصحراء. لكن هؤلاء يعطون الولد فترة سقف غير محدد أصلا. هناك سقف غير محدد، بعضهم قال، وبعضهم 5 سنوات وبعضهم 4 سنوات وبعضهم 2 سنين. وذلك ما أفتى به مفتي مصر السابق علي جمعة، إنه يجوز 4 سنوات، وهو اختار الوسط. فالولد لك بعد طلاق زوجتك بسنة أو 2 أو 4 سنوات أو 7 سنوات أو ما لا نهاية، سقف غير محدد. لا تتبع عقلك ولا العلم ولا العقل ولا التجربة، ولكن عليك أن تتبع عربية اسمها امرأة عجلان، فهي البرهان الساطع والعلم القاطع. عند مالك وأحمد بن حنبل والشافعي يروى عنهم أن أقصى الحمل 4 سنوات، ومستندهم امرأة عجلان.
وقال ابن عباد 5 سنوات، وقال الزهري 7 سنوات، وقال أبو عبيد ليس له مدة، سقف مفتوح ما شاء الله. وفي كتاب المغني لابن قدامة الجزء 7 صفحة 477 وهو رأي بعض المعاصرين مثل ابن عثيمين وابن باز. يعني إذا أتت بعد 7 سنوات سيلحق بهذا الرجل، مع أن الطب يعني أين كان هذا الولد؟ أين مستكن؟ أين يسمونه المستكن؟ أين مستكن؟ مع أهل الكهف مثلا. إذا كان عن النطفة لا تبقى ساعات فتموت الحيوانات المنوية حسب الطب. أما حسب الحمل في داخل بطن الأم لا يبقى أكثر من 10 أشهر، ولم يثبت ذلك الطب أن طفلا بقى أكثر من ذلك. والعلم تجريبي، ليس الأحاديث. لا قيمة للحديث حينما يعارض العلم. لا تقولوا لي السند والمتن، لا قيمة للسند والمتن. إذا عارض المتن والسند شيء واقعي فلا قيمة لهذا، لا سندا ولا متنا. المتن ويقصدون به اللفظ ما يتركب منه الحديث، والسند هو رجاله، فلان عن فلان أو فلان أخبرنا عن فلان، وهكذا السند. إذا خالف الواقع هذا الحديث فهو لا قيمة له، سواء كان صحيح سند وصحيح متن. وكثير من الأحاديث يصححونها لأهوائهم الفقهاء تعصبا منهم. مثلا الوهابية كل ما يتعلق بالإمام علي عليه السلام يضعف هذا الحديث، وكل ما يتعلق بسواه فيصبح هذا الحديث صحيح وقوي ومعتبر. ومن هذه المصطلحات نحن نقول العلم الحديث، سواء هذا كثير من الأحاديث هي تتناول الطب أو تتناول علم الفلك، فإذا خالفت هذه الأحاديث العلم الآن المتقدم والذي تم اكتشافه وصلوا إلى مرحلة متقدمة منه، عارض ذلك العلم لا قيمة له، سواء كان سنده قوي أو متنه قوي. نفترض مثلا حديث صحيح متنا وسندا، يقول إذا وضعت ماء تراب ثم وضعت عليه ماء يصبح ذهبا. ونحن كل الناس جربت هذا الأمر على آلاف السنين، مدى آلاف السنين. حينما تأتي بتراب وتضع عليه ماء يصبح طينا وليس ذهبا. أن نقول هذا الحديث صحيح خالف الواقع المكرر مليارات المرات، فكيف يكون صحيح؟ نترك الواقع ونصدق بتصورات وأضغاث أحلام. يعني معقول نصير مثل هؤلاء اللي يذكرهم المرحوم علي الوردي؟ هناك في الناس البدائيين إذا حلم بشيء هذه البقرة رآها بالحلم له يأتي لصاحبه يقول اعطنيها، هذه بقرتي، يصدق الأضغاث الأحلام وينسى الواقع، مع أن هذه البقرة ملك ذلك الشخص، لكن لأنه رآها في المنام وعنده أضغاث الأحلام أكثر من الواقع فيأتي وذاك يذعن لذلك الشخص ويسلم البقرة. وهذه في الدول الأفريقية قديمة كما قلت، كما يذكرها أستاذ علم الاجتماع المرحوم الدكتور علي حسين الوردي، ولا لا أذكر طبعا الكتاب، أنا قرأت كل كتب الأستاذ الوردي. هؤلاء نفسهم أنهم ينكرون الواقع ويصدقون. الآن الأرض مثلا يقول لك الوهابية ومفتي السعودية آل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ
كنت أتابعه على قناة سعودية، واتصل عليه أحد الليبيين يقول: أنا أريد أقنع الناس والناس لا تقتنع، وأقول لهم الأرض واقفة لا تتحرك، وإنما الشمس هي التي تدور حول الأرض، الشمس، وإنما الأرض هي المركز. فيقول له: هذا ذلك يخالف السنة ويخالف الحديث، ودعنا من التكلف. والأحاديث صحيحة وصريحة بذلك، أن الأرض هي المركز والشمس هي التي تدور حول الأرض، الشمس هي التي تدور حول الأرض. يعني نترك كل هذا العلم المتطور والأقمار الصناعية التي صورت المريخ وصورت الأرض، والآن جوجل إيرث يظهر لك الأرض مكانك سنتيمتر سنتيمتر، ومع ذلك نصدق بهذا الجاهل المركب الأمي الذي لا يعرف أن يتكلم. نكون كأولئك البدائيين الذين يصدقون أضغاث الأحلام وينكرون الواقع، حتى يرضى الجهلاء هؤلاء يبقون إلى مدى الحياة يتربعون يركبون الناس بهذا الفقه المتخلف، فقه الإجرام، عقائد إجرام وفقه متخلف كوميدي. أهلكوا الحرث والنسل. في كل يوم الآن ترون في كل يوم تقتل آلاف الناس الأبرياء، من أطفال المدارس ومن النساء ومن العمال. الآن كل يوم في بغداد يقتل عشرات، ولا يتكلم من هؤلاء المعتوهين المدجنين المتخمين بالأموال القابعين في السوداء. هؤلاء الوهابية لا يعرفون لا علم ولا أي شيء. رب الوهابية عبارة عن شاب أمرد، هذا الذين يتهمون عليه أن نحن مشركون ونحن نعبد الحسين ونعبد علي ونعبد القبور وما نعبد ما أدري إيش، وبالنتيجة يريدون مننا أن نعبد ذلك الشاب الأمرد الذي يصوره محمد بن عبد الوهاب أن مسافة رب العالمين بالمسافة لو حسبناها بين الأرض والسماء الأولى 573 عام، وكذلك بين الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة، وفوق الثامن السماء الثامن هناك بحر، ورب العالمين هناك قابع على عرشه. وأنت أحسبها معادلة رياضية بسيطة، لا تحتاج إلى أينشتاين ولا نيوتن ولا حساب معقد ولا يعني رياضيات معقدة ولا علم المثلثات ولا تكامل والتفاضل. حساب بسيط يحسبه أي إنسان. يحسب السنين بين الأرض والسماء الأولى هناك 73 عام، وافترض أن السنة هذه ميلادية 365 عاما، والإنسان يسير في اليوم 40 كيلو متر. كم عدد الكيلومترات؟ طبعا عدد الكيلومترات هي تصبح تقريبا 8 ملايين ونصف مليون كيلومتر، بطريقة مسافة أو بطريقة إزاحة لا ندري، أكيد بطريقة إزاحة كما بالمصطلح الفيزيائي، يعني بشكل مستقيم وليس بشكل لولبي مثلا. تخيل 8 مليون ونصف تقريبا كيلومتر مسافة رب العالمين. يعني دون الشمس أكثر منه بعدا تقريبا 17 مرة، لأن الشمس 150 مليون.
هذا رب العالمين. رب العالمين قريب جدا. ممكن الأقمار والكبسولات الفضاء تذهب إلى هذا الإله القابع الشاب الأمرد ويأتون بهذا الإله المجرم الذي قتل الناس وسفك الدماء لنتخلص منه. هذا إلههم الذين يقتلون الناس على أجل هذا الإله الضعيف المسكين الذي دون الشمس ب17 مرة، عبارة عن شاب أمرد وينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. تخيل أنت هذا الإله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. لماذا ينزل هذا الإله؟ له مكان وزمان وينزل ويصعد. هذا الإله مقيد بمكان وزمان أصبح هذا الإله. لماذا ينزل ويصعد؟ ثم لماذا في الثلث الأخير من الليل؟ الكرة الأرضية فيها ثلث نصف ليل ونصف نهار. وعلى مقتضى هذا الكلام الساذج والصفيق رب العالمين لم يغادر إلى عرشه الذي يبعد 8 ملايين كيلومتر، سيبقى في الأرض. لأن ما أن ينتهي النصف، هذا النصف الليلي من الكرة الأرضية مثلا الآن في خط جرينتش مثلا هناك نهار خط صفر المار بمدينة جرينتش في بريطانيا، ويقابله هناك خط طول 180. على هذا الخط يكون نهار وفي ذلك يكون ليل والعكس. فرب العالمين لا يمكن أن يذهب من الأرض، سيبقى في الأرض مع الوهابية قابع ولا يذهب إلى عرشه الذي هناك. يعني تخيل أنت الذي يصلي الآن الوهابي يقول الأرض الله فوقك. مثل في السعودية الوهابي السعودي يدعو إلى الله فوقه هنا في هذا الفوق في الاتجاه الذي في مكة على خط 40 خط طول 40 ويقابله هناك ما أدري ايش قد يقابله خط 220 باتجاه معاكس ب180 درجة، يدعو بالاتجاه المعاكس. هل هذا صحيح وذلك الخطأ أم ذلك هذا الخطأ وذلك الصحيح؟ إذن هم يدعون باتجاهين معاكسين، وكذلك شرقا وغربا وهكذا. وفي أي مكان هناك كل الأيدي باتجاه معاكس للآخر. إذن أين الله؟ هؤلاء لا يعرفون علم فلك وعلم جغرافيا، لا يفقهون سوى أحاديث ذلك الدوسي الحبشي أبو هريرة، وذلك الذي لا يعرف الوضوء وتعرفونه من هو، الذي يتمرغ. لا يعرف أن يتيمم وأصبح أمير المؤمنين وأمير ما أدري. وحديث عائشة التي مشحون بها البخاري تسيء إلى النبي، تتحدث عن النبي جامع الحائض، والنبي يقوم في ثيابه الجنابة ويتم فركها فركا حتى وليس غسلا. هذا نبي قدير. وهذا النبي مكانة النبي يذهب إلى حرام وتفلي رأسه وتخرج القمل من رأس النبي، نبي الوهابية، ويتهجمون. وأنا كنت أتابع هذا المصري المعتوه هذا ذلك الذي يزعق يبكي من ثائر الدراجي. الله هو يدعو الوهابية في كل صلاة جمعة اللهم اهلك الرافضة وحزب اللات وما. يقول أن الشيعة يعتقدون بحمار اسمه يعفور. نحن لا ننكر ذلك، نقول هناك في حديث ضعيف موجود في الكليني لا أحد يعتقد بذلك، ربما هناك يعتقد شأنه. الكليني ليس كله صحيح، فيه أحاديث صحيحة ومعتبرة وضعيفة وجيدة ورديئة. لا يوجد شخص الآن يقول أن الكليني كتاب الكليني كله صحيح سواء بفروعه أو بأصوله أو بروضته. بعضه صحيح وبعضه سقيم، وتعرض له العلماء
البحث والنقد والتحليل. أما أنت نعم كتبك صحاح، أطلقت عليها كلمة صحاح، أي كلهم بل يكفرون. وأنا كنت أتابع شيخ من ما يسمى شيوخ الأزهر على قناة، جالسين هو ما ذلك اللي يسمونه شيخ ميزو، يطلقون عبد الله بن نصر أعتقد، ضربه رشق عليه الماء وكاد أن يقتله. هذه أخلاق شيوخ الإرهاب والإجرام. يقول يطعن في البخاري. من هو البخاري؟ البخاري ذلك الذي يعتقد أن القردة زنت فرجمتها القرود، أو أن إبراهيم اختتن بالقدوم بالساطور، يختتن إبراهيم بعد عمر 80 سنة. هو ذلك البخاري؟ هالنظرية من هو البخاري؟ ما الذي صنعه البخاري؟ سواء اعتقدت بالبخاري أو لم تعتقد، اعتقد إلى يوم يبعثون. ما الذي ينفعك البخاري؟ ما الذي صنعه البخاري؟ هل صنع لك سيارات أم طيارات؟ صنع لك سفن، صنع لك صواريخ، صنع لك. لو باقين على البخاري تظلون تركبون الحمير. تائهين في الصحراء أيها الوهابية. أنا لا أقصد هؤلاء الوهابية الصحراء. يذكرون عن يعفور ودعني أذكر لكم هذا يعفورهم. روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود أنه قال كانت الأنبياء يركبون الحمير ويلبسون الصوف يحلبون الشاة، وكان للنبي حمار اسمه عفير، يعني بضم العين المهملة أي غير المنقوطة. وضبطه القاضي عياض بالغين أي غفير، وقد اتفقوا على تغليطه أي قالوا له ليس بالغين المعجمة وإنما بالمهملة. أهداه المقوقس، وكان فروة بن عمرو الجدامي أهدى له حمارا يقال له يعفور، مأخوذان من العفرة وهو لون التراب. فنفق يعفور في منصرف النبي في حجة الوداع أي بعد موته. وذكر السهيلي أن يعفورا طرح نفسه في بئر يوم موت النبي أي انتحر يعفور. يبدو أن يعفور ذكي جدا. أساطير. وذكر ابن عساكر في تاريخ بسنده إلى أبي منصور قال لما فتح النبي خيبرا أصاب أسود، تكلم رسول الله أسود أو أسود، لا هنا الكلمة غير مشكلة. فكلم رسول الله الحمار فقال له ما اسمك؟ رسول الله يكلم الحمير. الحمير آمنت أما قريش لم تؤمن، يعني أصبح الحمير أكثر عقلا. كلام يعني عجيب وغريب. هذه أساطير طبعا، فكتبت أضيفت مع الأحاديث فأصبحت مقدسة. الذين بعدين ربما الكتبها هو لا يقدس ذلك، لكن هي المشكلة الذي يأتي فيما بعد هو الذي يقدس. شيء أسطوري في بدايته ثم يصبح مقدس. قال يزيد بن شهاب أي الحمار أنه اسمه يزيد بن شهاب. ما أدري ليش ما يقول يزيد بن معاوية مثلا. أخرج الله من نسل جدي 60 حمارا لا يركبها إلا نبي. يعني هذه مخصصة، رب العالمين يخصص تلك الحمير 60 حمارا ل60 نبيا. ولا أدري لماذا لا يخصص لهم بساط الريح مثل سليمان، أو يخصص لهم مركبات، يخصص لهم حمير رب العالمين. لماذا يخصص هذا الحمير بالتخصيص؟ الماركة معينة، صنع ألماني مثلا. وكنت أتوقعك لتركبني الحمار، يتوقع النبي يركبه، ولم يبق من نسل جدي غيري ولا من الأنبياء غيرك. وقد كنت قبلك عند رجل يهودي وكنت أتعثر به عمدا، كان يجيع بطني ويركب ظهري. دائما اليهودي هنا تهيمة لا دفاع عنه، يجيع بطنه وعلى أساس
أعراب الصحراء لا يجيعون البطون الذين عبيدهم كانوا يضربونهم ويرمونهم في، أو الحجاج كان رحيما الذي كان يسومونهم سوء العذاب. وقد كنت قبلك عند رجل يهودي وكنت أتأثر به عمدا، كان يجيع بطني ويركب ظهري، فقال له النبي: فأنت يعفور يا يعفور أتشتهي الإناث؟ يعني تخيل أنت نبي يسأل الحمار هذا السؤال، وإذا اشتهى الإناث يعني هل يزوجه مثلا إتان مغطاة بإكلين الأبيض مثلا؟ قال: لا. فكان النبي يركبه في حاجته وكان يبعثه خلف من يشاء من أصحابه. هذا الحمار أصبح رسول، يذهب ويطرق الأبواب ويأتي للولائم والعزائم، فيأتي الباب فيقرعه برأسه، فإذا خرج إليه صاحب الدار أومأ إليه فيعلم إن رسول الله أرسله إليه، فيأتي النبي. فلما قبض رسول الله جاء إلى بئر كانت لابن هيثم من التيهان فتردى فيها جزعا على رسول الله. إذن هذا الحمار في النار. على مقتضى هذه الأحاديث إن الذي ينتحر ففي النار، وبما أن هذا الحمار هو أذكى من البشر إذن هو في النار. هذا حمار ولكن بمواصفات بشر من النوع الممتاز، يعني إنسان حاصل على شهادة بروفيسور لغوي ورئيس المجمع اللغوي، وربما له معجم، كتاب معجم لغوي أو كتاب نحوي أو نظريات في الفيزياء. حمار ثاني يتكلم. هنا الحمير، نحن دخلنا هنا في عالم الحمير الحائزين على شهادة بروفيسور في اللغة العربية والنحو واللسانيات. وفي رسالة القشيري في باب كرامات الأولياء سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول سمعت الحسين بن أحمد الرازي يقول سمعت أبا سليمان الخواص يقول كنت راكبا حمارا يوما وكان الذباب يؤذيه فيطأطأ رأسه وكنت أضرب رأسه بخشب في يدي، فرفع الحمار رأسه وقال: اضرب فإنك هكذا على رأسك تضرب. قال الحسين: فقلت لأبي سلام: لك وقع هذا؟ قال: نعم كما تسمعني. حمار ثالث أيضا حائز على شهادة بروفيسور ورئيس المجمع اللغوي يقول: روى البيهقي في دلائل النبوة بسنده إلى أبي شبر النخعي قال: أقبل رجل من اليمن فلما كان في أثناء الطريق نفق حماره فقام فتوضأ ثم صلى ركعتين. قال: اللهم إني جئتك مجاهدا في سبيلك ابتغاء مرضاتك، وإني أشهد أنك تحيي الموتى وتبعث من في القبور، ولا تجعل لأحد علي يوم القيامة منة أسألك أن تبعث لي حماري. فقام الحمار ينفض أذنيه. فقال البيهقي: هذا حديث صحيح. وبقرة وذئب يتكلمان. لا أريد أعيد هذه، لقد جساسة هناك، ما أدري هذه الجساسة الظاهر هذه علم الجساسة، كلمة جساسة أي جساسة وحدة، شيء حيوان وحش في مكان ما. روى مسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجه عن فاطمة بنت قيس. إذن قالت فاطمة بنت قيس هناك جساسة، صحيح نقول يا فاطمة. إذا قالت فاطمة فصدقوها، إذا قالت فاطمة بنت قيس فصدقوها، فإن الصدق ما قالت فاطمة. إذا قالت حذام فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. خرج علينا رسول الله فقام خطيبا فقال: إني لم أجمعكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن لحديث حدثنيه تميم الداري حدثني إنه ركب سفينة. النبي نقل له خبر: لست أنت نبي؟ هذا النبي، نبي هذا؟ أي نبي هذا الذي يروونه؟ هذا يأخذ أخباره من الأخبار يأخذها من الناس، إن فلان رأى، والوحي يأخذه من ورقة بن نوفل، وهذا النبي مهووس بالنساء وقوته 4000 حصان. جعلوا هذا النبي مسخرة للعالم. هؤلاء المجرمين الوهابيين جعلوه مسخرة، ولذلك الناس تخرج أفواجا.
يخرجون من دين الله أفواجا بسبب هذا الهراء وهذا الإجرام باسم الله وباسم الدين، يقتلون ويسفكون الدماء. كل من يخالفهم يذهب، لازم يموت، وهم إلى الجنة يذهبون، الجنة التي مليئة بالحور. وأنت أقل شيء عدد، وكنت أتابع أحد هؤلاء الوهابية المحتوهين يقول له أعانكم الله على ذلك، أنت لك بالقليل أقل واحد 70 حورية، وكل حورية معها 2 مرافقات 2، وكلهم بهذه اللهجة يقول لك حلالك، وأنت تنام مع كل واحدة لمدة 500 عام، فتنتقل التي بعدها. ألما آن الأوان إلى تأتي إلينا وتروح 500 عام، والثانية 500 عام، 500 عام 500 عام، ما أدري تريليون، يصير تريليون عام حتى تلزم سائر الأخرى. وهذا دعاة للزنا، يا دعاة الزنا، رب العالمين يعني هتفرق حتى بالجنة. لماذا لا المرأة لا يكون لها حور متعددين ذكور مثلا؟ يعني فقط الرجل هو يأخذ 70 و90 و100 وآلاف ويبقى 500 عام. هذه هي الجنة، 500 عام وروح إيش قد يلا تريليون يعني. وانت حددت الزمان، إذا كان الإنسان مخلد فأنت حددت هذا الشيء بزمان، وما دام لازم هناك لا يوجد هناك الزمان وهذا التقطيعات الزمانية الموجودة. ثم من قال لك أيها الأهبل 500 عام بمعنى هذه العام هو هذا العام؟ على كل حال، فقالوا لها ما أنت. حدثني يقول ركب سفينة بحرية 30 رجلا من لخم وجذام، فألجهم ريح عاصفة إلى جزيرة فإذا هم بالدابة. قالوا لها ما أنت، الدابة تتكلم والحمير والجمال، ما أدري لماذا لا تتكلم حميرنا نحن في عصر التكنولوجيا مثلا؟ لماذا حمير هؤلاء البدائيين اللي هم ناس بدائيين حميرهم تتكلم ونحن لا؟ ما الفرق يعني؟ لازم نقيس الحاضر على الغائب. أما هكذا كل ما يأتي من خبر نقلته فاطمة وأبو هريرة وفلان وفلان وفلان، من هؤلاء أبو هريرة إذا كان هو يعلم هيك وتتكلم ينقل كل هذه الحديث ويعلم ويعلم ويعلم، و4000 ذهبنا وسرنا على الماء، وكان جاء من أصحاب الصفة، كان جاء كالصريع يدوسون عليه كالمعتوه المجنون يدوسون عليه. فقالت أنا الجساسة. قالوا أخبرين الخبر. الجساسة أصبحت أفقه من هؤلاء. قال إن أردتم الخبر فعليكم بهذا الدير فإن فيه رجلا بالأشواق إليكم. قال فأتيناه. جمل يتكلم. حكى القشيري في رسالته ابن الجوزي في مثير الغرام الساكن عن أحمد عن عطاء الرذباني إنه قال كنت راكبا جملا فغاصت رجل الجمل في الرمل فقلت عز الله، فقال الجمل عز الله. تكلم الجمل بلسان طليق. وهنا زواج الجنية. ذكر الدميري في كتاب حياة الحيوان كان الشيخ عماد الدين ابن يونس يجعل من موانع النكاح اختلاف الجنس، ويقول لا يجوز للإنسي أن يتزوج جني لقوله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ونص على منعه جماعة من أئمة الحنابلة. أي إنه لا يجوز. وفي مسائل ابن حرب عن الحسن وقتادة إنه كره ذلك مكروه. هي أين الجنية؟ لماذا هذا الفقه الافتراضي؟ أين الجنية هي؟ حتى يتزوج إنسان ويبنى عليه شيء، يبنى شيء، يثبت العرش ثم النقش. أنت حينما لازم تثبت العرش ثم النقش، اثبت فلان موجود ثم اثبت أولاد فلان. حينما فلان لا يوجد، فلان زيد غير موجود،
ثم تقول محمد ابن زيد. يا أخي هو زيد غير موجود، فكيف تثبت محمد؟ اثبت أنت الذات ثم اثبت العرض يا أخي. ما هذا؟ أنت اثبت الجن هل وجد، هل شيء هو مادي، ثم اثبت ذلك الفقه عليه، رتب عليه الآثار، اثبت الأساس. ثم السقف، أنت تبني في السقف قبل الأساس، فيقع على رأسك هذا البناء، يقع طابوق على رأسك فيهشم رأسك. وفعلا أنتم تحتاجون إلى تهشيم رأس. نهى ابن لهيعة أن يذكر عن النبي، نهى عن نكاح الجن وعن زيد الأعمى، أنه كان يقول اللهم ارزقني جنية أتزوج بها تصاحبني حيثما كنت، يدعو من الله أن يزوجه حتى تصاحبه. ما أدري امرأته الأنسية لا تصاحبه. وقال الشيخ نجم الدين القمولي وفي المنع من التزوج نظر، لأن التكليف يعم الفريقين. قال وقد رأينا شيخا كبيرا صالحا أخبرني أن تزوج. والله لا شيخا صالحا، بل شيخا طالحا وكذابا ودجالا ونصابا. وقد رأيت شيخا كبيرا صالحا أخبرني أنه يتزوج جنية. الشيخ صالح هذا شيخ معتوه، شيخ عايش أضغاث أعلام مخرف. قلت وقد رأيت أنا رجلا من أهل القرآن والعلم أخبرني من أهل الجهل. أي علم؟ علم الفيزياء والكيمياء، لو علم الذرة مثلا والصواريخ، علم الهيدروجين، القنابل الهيدروجينية مثلا، لا عالم ولا هم يحزنون، من أهل العلم. لو قال من أهل يقرأ القرآن لا، أما والعلم من أهل القرآن ربما لا يقبل. أي يقرأ القرآن، قد يكون لا يفقه القرآن لكن يقرأ القرآن. والعلم، كلمة العلم دائما العلم يعني إنسان مجرد أن يكون يعلم بالأمور الفقه أصبح عالم وعلم وفيزيائي وكيميائي، ويسألونه عن الطب ويسألونه عن الكيمياء والفيزياء والتكنولوجيا والجيولوجيا وعلم البحار وعلم الصواريخ وعلم الذرة وعلم. أخبرني أنه تزوج 4 من الجن، وأحد بعد واحدة، لكن يبقى النظر في حكم طلاقها ولعانها. انظر كيف رتبوا هذا إهرامات على شيء وهمي. أنت رتبت إهرامات يا أخي على شيء ليس موجود. أنت لم تثبت العرش حتى تنقش عليه، أنت تنقش في الهواء فيذهب نقشك هباء، لا قيمة لكلامك. تضحكون على الناس وتدجلون على الناس. كلام هذا لا يساوي المداد الذي كتب به والورق الذي كتب عليه. وهنا نذهب إلى أمير المؤمنين في الحديث، يجوز نكاح المتزوجة بشهادة الزور. هذا العلامة البخاري ابن بردزبه، لا تكذب الرواية فراويها مقدس وكل ما يقوله مقدس. صحيح البخاري رقم الحديث 6968. حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن كثير عن ابن سلمة عن أبي هريرة عن النبي قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. فقيل يا رسول الله كيف إذنها؟ قال إذا سكتت. وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهد يزور أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح. يعني مجرد واحد معتوه أو من أولئك الإقطاعيين السابقين من يرى امرأة جميلة ويأتي بهؤلاء المرتزقة ويقول اشهدوا لي إن هؤلاء زوجتي، ويأتي إلى قاضي معتوه آخر فتصبح زوجته والزواج صحيح. أليس هذا هو الزنا بل الاغتصاب بعينه؟ الاغتصاب المقنن أو المشرعن أو المقعد. مجرد أن يأتي
بشهود يجوز له أن يأخذ هذه المرأة الجميلة كما فعل سيف الله المسلول خالد بن الوليد بليلى بنت المنهال زوجة مالك بن النويرة حينما غدر بهم واغتصب الزوجة وقطع رأس الزوج مالك وطبخ عليه يتلذذ بتلك الأكلة. قتل الرجل وأكل لحمه. وأنا أنظر كنت أتابع أحد الوهابيين المصريين المعتوهين يقول خالد بلهجته المصرية الركيكة يقول خالد حلو يفتخر بأن هذا المجرم القاتل قتل ذلك الرجل واغتصب الزوجة تخيلا. ثم يأتي هذا الفرح الوهابي بهذا الفتح. فعلا هو فتح لكن من نوع آخر. وهذا قتل وإجرام وسفك وأرضاع كبير. أرضاع الكبير طبعا كارثة. حتى بعضهم أراد أن يرقع هذه فقال لا، معنى الإرضاع هو أن تحلب في إناء صغير فيشرب الرجل. ورد عليهم حوينيهم المصري فقال لا يسمى ذلك رضاعا بل يسمى شربا، ونحن في كل يوم نشرب لبن البقر فلا نقول رضعنا، وإنما الرضاع هو التقام الثدي بالفم، وهو الصحيح هذا. ولا يصلح لغويا أن نقول لا لغة ولا اصطلاحا حتى ولا شرعا. الرضاع معناها الرضاع. ومن تهريجات الوهابية أن الشيعة يقولون بتحريف القرآن. الشيعة يقولون بتحريف القرآن. طيب وأنتم والسنة سواء الوهابية أو غيرهم، السنة بصورة عامة أو الوهابية بصورة خاصة، لا تقولون بتحريف القرآن؟ تريدون أن تقنعونا أنه لا يوجد عندكم تحريف للقرآن؟ القرآن تحريف القرآن موجود عند الشيعة وموجود عند السنة، وكل من ينكر ذلك جاهل مركب موجود. وعند السنة بالخصوص عند السنة أكثر. وما هذه الروايات وقراءة حفص وحفص عن عاصم وقولون وورش من القراءات الأخرى ما تقولون بهذا؟ والمبثوثة في الكتب ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. طيب أليس هذه هل نزلت من الله بهذه القراءات؟ مثلا أن الله كاتب هذه في اللوح المحفوظ بكلمة ملك وكلمة مالك بهذه هكذا 7 قراءات أو القراءات ما يسمى 10 أو أكثر من ذلك من غير الروايات المتفرقة والكلمات وهنا وهناك ولو جمعنا التي أحرقها عثمان. كل الكتب تروي أن القرآن محرف موجود. لماذا هذا النكران والدجل؟ أنا لا أقول بتحريف القرآن، لكن هذا موجود، هذا واقع. والكتب الآن منشورة على مواقع على الشبكة العنكبوتية. من الذي ينكر وعلى بكبسة زر تنزل موسوعات. نحن بأي زمان؟ انتهى ذلك التعتيم والظلام الدامس والكذب. تحريف القرآن موجود عندكم، أنتم ترون تحريف القرآن، وإلا ما بالك. عائشة سيدتكم أمكم عائشة تقول إن آية من القرآن أكلتها الداجنة السخلة حينما انشغلت كما تزعم بتجهيز الرسول، ثم أن القرآن عند عمر القرآن هو 1,027,000 آية. 1,027,000 حرف. القرآن عمر يقول القرآن 1,027,000 حرفا، بينما القرآن الحالي هو 323,000. القرآن الحالي 323,700 وآية واحدة وحرفا واحدا.
وهو ثلث الرقم السابق. إذا قسمنا الرقم الأول 1,027,000 على الرقم اللاحق الثاني اللي هو 323,701 لا حصلنا على الثلث. إذن أين الثلثين؟ وروى الطبري في الأوسط الجزء السادس حدثنا محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله القرآن ألف 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 قد يعني مليون. ألف 3 أصفار ثم ضع 3 أصفار أخرى يصير مليون. 27,000 حرف، فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من حور العين. رواها السيوطي في الإتقان الجزء الأول صفحة 121، وفي الدر المنثور الجزء الثاني 422 الجزء السادس أخرج ابن مردويه عن عمر بن الخطاب القرآن ألف ألف حرف 27,000 حرف. وهذا يعني أن القرآن ذهب ثلثاه، لأن القرآن الآن هو كما قلنا 323,000 وما ذكره ابن الخطاب هو 1,027,000. وهي في سنن ابن ماجه عن عائشة في السنن ابن ماجه الجزء الأول 625 لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير التي طبقت. ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله تشاغلنا بموته دخل داج فأكله. داج ربما يكون سخلة شاة، داج أي مدجن، شيء مدجن مربى، بعضهم يقول داج أي دجاجة. لا، هذا كلام خاطئ، أنا كنت أتابع هناك وأحد السادة يقول داج بمعنى دجاجة. لا، بمعنى دجاجة، الدجاجة تأكل ورقة يعني أو جلد. وفي مسلم وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول ببراءة فأنسيتها غير إني قد حفظت منها لولا كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا. ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات فنسي ما أدري ليش نسيتها غير إني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. وفي مجمع الزوائد جزء 5 صفحة 302 أن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. إذن كيف تقولون القرآن وهذه تلك نماذج؟ ودعك من الأحرف 7 التي هناك لقد وقع القوم في التخبط في خرافة الأحرف 7 التي هي تعني أن 6 على 7 من القرآن ذهبت، أو 6 على من 7 ذهبت وقي 1 أي السبع قد ذهب. وإلا أين هذه الأحرف 7 وما تعني؟ وانظر إلى التخبط، تعني المعاني المتقاربة وهي مثل عجل وأسرع، يعني تعني الأبواب 7 زجر وأمر وحلال وحرام ومتشابه وأمثال. الأبواب بمعنى آخر وهي الأمر والزجر والترغيب والترهيب والجدل والقصص والمثال. اللغات الفصيحة في القرآن قريش وهذيل وهوازن واليمن وكنانة وتميم وثقيف. لغات مضر قريش وأسد وكنانة وهذيل وتميم وضب وقيس. الاختلاف في القراءات منها ما تتغير حركته مثل ويبقى معناه نحو هن أطهر لكم بضم أطهر، ومنها تتغير صورته معناه بالإعراب. وكل ذلك هو تحريف. ما يتغير في المعنى العهن المنفوش الصوف المنفوش. الاختلاف في الأعراب، اختلاف اللهجات كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإظهار والإدغام. ماذا تسمون ذلك؟ وفي تفسير الطبري جزء 5 أن ابن عباس وابن جبير يقرؤون فما استمتعتم به منهن إلى أجل المسمى فآتوهن أجورهن.
هذه المتعة التي يهرجون، التي كانوا يستمتعون. وأورد السيوط قراءة عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يحرف القرآن بمقتضاكم، مقتضى أحاديثكم، بل بصريحة. ماذا مقتضى؟ بالصريح. فامضوا إلى ذكر الله بدل فاسعوا إلى ذكر الله. صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين، بدل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهناك من عنده علم الكتاب ومن عنده علم الكتاب، يعني عنده وعنده. هنا مجرور من حرف جر، وهنا من اسم موصول. كل ذلك ويأتيك الوهابي يقولون، الشيعة يقولون، والشيعة يقولون بتحريف القرآن، ونحن لا نقول بتحريف القرآن. يا أخي أنتم أكثر الناس تحريفا للقرآن، هو أنتم أكثر الناس تحريفا للقرآن، هو أنتم الوهابية. لكن ألسنتكم سليطة وتتهجمون على الناس، تتهمون الشيعة بأنهم كفار، والشيعة ساكتون. حتى المفروض أن تطاردون دوليا. حينما وأمثال هذا المجرم، هذا المعتوه الخرف القرضاوي الذي يكفي يقول يجوز أن تفجر نفسك، لكن لابد أن يكون عدد كافي حتى تفجر نفسك، على قناة الإرهاب، قناة الجزيرة، أكبر مروج لداعش، تسميهم الدولة الإسلامية. أي هي تعترف أن هؤلاء دولة إسلامية، دولة إسلامية، ما تسميهم داعش، تقول إنما تسميهم الدولة الإسلامية. وأكثر التمويل، وحتى هناك قطر كل سنة تقريبا 3 مليارات دولار تصرف على تسميهم دولة إسلامية، ومجاهدين من بوكو حرام ومن مجرمين حركة الشباب في الصومال وداعش والنصرة. هؤلاء لا يعرفون غير الإرهاب. دينهم دين قتل، إجرام، ما يعرف السلام. هو يسمون، يقولون نحن مسلمين، ولكن هم مجرمين، لا يسمون مسلمين. المفروض الناس تطلق عليهم مجرمين، وخصوصا الوهابية. الوهابي لا يعرف تعايش، الوهابي لا يعرف غير القتل. أما تسير خلفه وتتبع ذلك الدين، وحتى إذا سرت وخالفته ولو فكريا، هناك كثير من السنة الآن مكفرين. مؤتمر الشيشان حينما بدت الاتهامات حتى على شيخ الأزهر أحمد الطيب، رغم أن أحمد الطيب سايرهم، حتى استلم منهم 4 مليارات، استلم من السعودية بحسب البرادعي. والبرادعي على أساس هو إنسان شريف، هذا مسوي له مؤتمر وذاهب مع المجرمين يتآمر. هو كان يتآمر على الطاغية صدام، والآن يتآمر على العراق. نحن لا نقول يتآمر على الحكومة، نحن لسنا مدافعين عن الحكومة. الوهابية لا يعرفون سوى القتل. ودعك من هؤلاء اللي يلفون ويدورون ويقولون لا، هذول لا يمثلون الدين، لا يمثلون الدين، رغم أنفك يمثلون الدين. إذا كان الوهابية لا يمثلون الدين، والأخوان المسلمين لا يمثلون الدين، السني وفلان وفلان، لا أتكلم هنا، أقصد السنة بالعموم. إذن من الذي يمثلهم؟ وحزب البعث لا يمثلهم، ما الذي يمثلهم؟ هل أنت تمثلهم؟
تكون في أعلى المستويات ثم تعمل بالتقية، وهذا ليس تقية، هذا خضوع. هذا أنت حينما تعمل بهذا وفقا للقانون هذا اللي تسميه تقية وتسميه إن الله أمر بذلك، الله لم يؤمر بذلك. التقية رخصا حينما تكون في مكان محرج أو شيء قد تكون تقتل من أجل ذلك الشيء، تقول هذا إنسان لا يحتاج إلى إنسان يشرع لذلك، سواء وهابي وغير وهابي يقول يعملون بالتقية. الوهابي أكبر واحد يعمل بالتقية. حينما الآن يلزمهم الجيش العراقي يقول لا نحن أبرياء ويظهرون لهم الصور، أليس هذه تقية؟ أنت أنكرت إذن أنت تعمل بالتقية. فلماذا هذا الدجل والكذب على الناس والضحك على ذقون الناس؟ أنت إذا تستطيع أن تغير لا داعي لهذه التقية. التقية تضرك وتضر المقابل أيضا. هناك لازم تضبط الوضع، وإلا تذهب الناس الأبرياء مثل ما تذهب الآن بالتفجيرات. حينما يراك أنت مهزوم، هم قالوا كنا نتصورهم شجعان فإذا هم دواجن. حتى أصبح هناك بعض الوهابيين تشوف الآن مثل الكويتيين والحرب أنت وينك؟ أنت تقدر تحارب؟ أنت لا تستطيع. أين كنت يا شجاع حينما دخل عليك جيش صدام وذهبتم كالصراصير؟ أنا أقصد هؤلاء الوهابية، لا أقصد الشعب الكويتي. وإلا صدام فعل جريمة بكل طبعا جرائم فعل، ولا يجوز له هذا. نحن لسنا حاقدين على الناس حتى نؤيد ذلك المجرم، لا، هم أيدوه فانقض عليهم. فعلوا كالرجل الذي أطعم الضبع وأكلته حينما يركضون خلفها الصيادين، وأتت لذلك البدوي الشهم وصاحب المروءة فقال دخلت عليه فلا يجوز لكم أن تصيدوها أو تقتلوها. فأعطاها ماء وشربت، وحينما اضطجع نام أكلته. حتى قيل من يعمل المعروف لغير أهله يلقى الذي لاقاه مجير. أم عامري الضبع يسمونها أم عامر، يطلقون عليها كما هي، يطلقون على ما نسميه نحن بلهجتنا الواو يسمونه ابن آوى، هذا يسمونه. هناك كنايات يطلقون عليه أحيانا. هؤلاء حينما وجدوا ناس تتعامل معهم باحترام أخذوا يهددون والحرب 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 والحرب. ما الذي تستطيع أن تفعله أنت الحرب؟ إذا كنت شجاعا لماذا هربت؟ لماذا لم تقاتل صدام وهربت؟ والآن أنت تهدد بالحرب والقتل وتقتل الشيعة هذه كل يوم مفخخاتكم وإرهابيينكم يقتلون ويريدون أن يذهبوا مع النبي، يتعشون كأنما النبي في ظلام دامس يذهبون إلى هناك يتعشون مع الرسول. هكذا أقنعوهم اقتل أنت الشيعي والأطفال وتذهب إلى الجنة مع النبي، يفرح يستقبلك بقعب من بول البعير. نكتفي بهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.